توتنهام عاد دخل المباراة ملطم بين العيون، هدف للميلان، وبعدها ميلان بني جدار امام المرمى، وتوتنهام حاول من هنا لهنا يا بيلا، وميلان مغلقها بقف، وانتهى الشوط الاول بتقدم ميلان. الشوط الثاني ميلان حطوا سور وكلاب وحارس وثلاثة من المارينز عشان يأمنوا الدفاع، وكانوا يعملوا مناوشات خطيرة، وتوتنهام يحوس مش عارف ايش يعمل، وبهذه الطريقة ميلان يفوز 1-0. بايرن ميونخ حبس البي اس جي، خنقهم، قتلهم، اكلهم، ضغط اكس برو ماكس الترا، لكن مع ذلك باريس صمد لاخر دقائق الشوط الاول. الشوط الثاني بايرن استطاع فك شفرة الدفاع وضرب من بدايته على السريع، ولكن مع دخول كيليان امبابي اختلفت الامور تماما، شفنا فريق ثاني والمباراة ولعت، لكن تنتهي المباراة بهدف وحيد للبايرن. بدأت مباراة القمة في الدوري الأوروبي، البرشا الذي يريد يثبت أنه خلاص ودع أيام الصعاب، واليونايتد يريد يثبت عودته. هذه تشكيلة جعل لك حاجة فيها شابي. المهم بداية الشوط الأول برشلونة خنق اليونايتد في ملعبه، واليونايتد كان عاجز تماما للدقيقة 25. بعدين اليونايتد تحمس وعمل هجمات على كيفك، لكن شتيجن كان جدار، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني برشلونة رزع أول هدف على السريع، ما فيش مزح، يسكت اليونايتد؟ لا والله. على السريع هدف من راشفورد، بعدها راشفورد طحن الدنيا صح، وعمل اختراق قوة القوة ويسدد، وصاحبنا سجل هدف بالغلط، وفجأة رافينيا صحي وعرف انه لاعب لبرشلونة، وعمل تسديدة روعة للمرمى، وفجأة قرر شافي يخرج رافينيا. ليش؟ يا رجال تشوف اللاعب يقدم كل ابداعاته وتخرجه وتدخل الجلطة توريس؟ بس. المهم المباراة تنتهي بالتعادل 2-2. مباراة قوة القوة، قمة القمة، أرسنال والسيتي، مباراة الصدارة. السيتي من أول مباراة مارس خنق، ضغط، زر بأقوى قوته، وبسبب هذا الضغط السيتي يستفيد من غلط ويسجل دي بروين، ولكن أرسنال كان قوي واستفاد أيضا من خطأ في منطقة الجزاء ويسجل الهدف التعادل، وينتهي الشوط الأول سلامات. الشوط الثاني وحوش السيتي، هالاند، دي بروين، غاندوغان، والفنينة برناردو سيلفا. يا ربي على الضغط، الكرة ما تقعد 5 ثواني مع الأرسنال إلا وقطعوها. والهدف الثاني جاء من خطأ بعد ضغط جبار، هوب 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 هدف. الثالث جاء بهجمة تكتيكية محترمة، ولكن قبلها ضغط أبو أسد وقطع الكرة، وتنتهي المباراة ب3 مضغوط للسيتي وهدف للأرسنال، ويحتل السيتي الصدارة أخيرا، لكن لسه في مباراة مؤجلة للأرسنال. ريال مدريد سمع ان الفارق 11 نقطة، اتروح من المغرب جيري عشان يلعب المباراة، دخلوا رجعوا الاول على السريع والثاني والثالث. الشوط الثاني شافوا ان ما فيش داعي يتعبوا انفسهم، الفوز بالجيب، ولكن مودريتش طلع الطعم فسجل له هدف. تنتهي المباراة بفوز الريال 4-0.